هلو يا حلوين، تعالوا اوريكم الحاجات اللي انا جبتها من اخر العنقود. جماعه انا بروح هناك والله بغسل روحي. بصوا بقى، اول حاجه لقيتها الحاجات المنظمات دي، هي تحفه قوي. الثلاثه دول مع بعض كانوا 25 جنيه. بصوا بقى الالوان، انا عجبني قوي الالوان. الابيض بتاعهم تحفه واللبني والاسود فظاع. بصوا بقى، انا حاولت ان انا احط فيهم الحاجات بتاعه الميك اب عشان هي عندي متنطوره في كل مكان. فحطيت الفرش، وبجد هي واسعه قوي يعني تاخد حاجات كتير. يعني انا بعد ما حطيت الفرش كان لسه برضو في مساحه ان انا احط حاجات تانية. فكنت بفكر احط فيها ايه، فممكن احط فيها حاجات الميك اب. عامه شكلها حلو قوي على التسريح. عندي بقى الكريمات بتاعه البشره واقلام الروج والليب بونز والحاجات دي كلها برضو بتبقى متنطوره كده هنا وهناك. فجمعتهم كلهم في الاورجنايزر دون. بصوا حطيت كمان المرايه عشان بخاف تقع تتكسر عشان بتوع مني كتير الحقيقه. فبصوا شكلهم قمر ازاي. الابيض ده بقى حبيت اعمل ماتشنج يا جماعه، اوقات بعمل فعلا كده. حطيت الكريمات وحطيت كل المويسترايزرز وحطيت كمان الريموت بتاع التكييف وريموت التلفزيون. كل الريموتات دي بتتوه مني اوقات وبقعد ادور عليها، بجد بيطلع عيني عشان الاقيها. فبجد حلو قوي. واخد كل الحاجات. بصوا بقى دي متاكل بقها. دي انا كنت جايباها لجولي، الكلبه بتاعتي تقعد تعضعض فيها كده، عشان انتوا عارفين الكلاب بيحبوا يعضعضوا قوي. في الاول كنت خايفه منها وبعد كده حبيتها وخلصت عليها يعني. بعد كده دي الاي لاشز كيرليرز. بصوا تحفه. هو انا بصراحه مش هقدر اقول لكم حلوه او لا عشان دي كانت اول مره اجربها، بس بجد عملت كيرلي حلوه قوي لللاشز. بس ما خدتش بالي بقى هي بتقعد قد ايه، بس انا بشوفها كتير قوي على التيك توك، وفعلا هي عملت كيرلي حلوه قوي لللاشز. فاحنا ممكن نعملها بعد الماسكرا، هتبقى حلوه قوي وتظبط كمان. يعني عارفين انتوا لما تحطوا ماسكرا الرموش بتبقى ناشفه اوريدي، فلما تيجي بعد كده تستخدموا الاي كيرلير دي هتظبط لكم الرموش لاطول فتره ممكنه. بقالي كتير قوي عايزه كده. تمام. جبت بقى بعد كده القلم ده. بصوا يا جماعه، انا تيتشر اوكي، فالاقلام بتوه مني على طول ودايما مش بلاقيها، وكلبتي بتخلص على 3/4. فعجبني قوي اللون دون فجبته. بعد كده عشان بقى العيد ودخلت العيد والايام اللي جايه دي كلها محتاجه احط دايما ضوافر، فبدل ما اروح اعمل الاكريليك بصوا فجبت الضوافر دي وبلزقها بالامير، بتبقى حلوه قوي. واخر حاجه جبتها هي النضاره. شيك قوي قوي يا جماعه، ومن اجمل واحسن والطف الحاجات اللي لقيتها في اخر العنقود. انا عمري ما اشتريت منه نضارات ولا اكسسوارز خالص، بس انا لما شفت النضاره دي ما قدرتش. بصوا شكلها حلو ازاي. انا مش بحب خالص النضارات اللي بتبين العين. هي مش بتبين العين بس عشان الرينج لايت ضارب في النضاره فمبين هي كده، بس هي مش كده الحقيقه. هي حلوه قوي ولايقه جدا على وشي. اخر حاجه بقى جبتها كان الاسوره دي. بصوا يا جماعه شكلها قمر قوي في الايد. اللون الابيض واللون الاسود مع بعض ملوك الالوان، واللون الذهبي تحفه قوي. فانا لما جبتها بصوا اول مره شفتها اصلا قلت هي دي اللي انا هجيبها. حلوه جدا، وكانت ب 125 جنيه بس انتم متخيلين. وشكلها طبعا بقى مش عايزه اقول لكم على جمالها وشيلتها في الايد. وبس كده.